تعالوا النهاردة نعمل وصفة لذيذة قوي بالبطاطس. وصفة صحية ومغذية تنفع للفطار والعشاء، وكمان تنفع اللي انتي تقدري تحطيها كده في اللانش بوكس للولاد. طعمها جميل قوي. والأجمل من كده إن هي احنا مش هنقليها بالزيت، يعني وصفة صحية، وكمان هتوفر في النقدية، هنوفر أزايز الزيت. تمام كده؟ طيب، الأول سمي الله وصلى على رسول الله، وتعالوا كده نسلق البطاطس ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي متابعة، ما تنسيش لايك للفيديو. طيب، زي ما انتوا شايفين كده سلقنا البطاطس، ودايما لما تسلقي البطاطس تسلقيها بقشرها علشان تحتفظ بكل الفيتامينات اللي فيها. تمام؟ قشرناها كده وسيبيها لما تستوي تماما. ودايما لما تسلقي البطاطس، عاوزة تعملي وصفة بالبطاطس المسلوقة، يبقى وهي سخنة كده قشريها علشان القشر يطلع معاكي بسهولة زي ما انت شايفة كده. تمام؟ عاوزين كده نعمل وصفات من البطاطس. طبعا البطاطس سعرها حلو، وفي نفس الوقت مغذية، بس احنا طبعا بالقلي اللي احنا بنعمله وبنحمره بتبقى بدل ما وصفة مغذية أصبحت وصفة مضرة. تمام؟ طبعا كلنا عارفين الزيت والقلية والحاجات دي مش صحي يعني. طب هنبتدي بقى كده ان احنا نهرسها، وبرضو وهي سخنة. انا عاوزاها بقى تتهرس جامد. عرفوني بقى بتتابعوني من انهي بلد. ما تنسونيش دايما في التوصية. ادخلوا كده على الصفحة بتاعتي، طبعا فضلا ليس أمرا. هتلاقي كلمة الآراء وقدامها كده علامة النجمة. ادخلي قولي رأيك، وصفاتي بتعجبك ما بتعجبكيش، قولي كل اللي نفسك فيه. طيب، هرسناها كويس. نحط حبة ملح وحبة كمون، حبة فلفل، توم باودر. هنحط كمان معلقة كبيرة نشا ومعلقة صغيرة خميرة. خميرة الجافة دي اللي احنا بنستخدمها. وابتدي بقى قلبي كل ده كويس. شايفة البطاطس عاملة ازاي؟ مهروسة تماما، زي العجينة بالظبط. وابتدي بقى ايه، قلبي الحاجات دي كويس كده. تمام؟ الوصفة دي ما بتاخدش وقت، سهلة وبسيطة، الولاد هيحبوها، شكلها بيبقى جميل قوي. تقدري زي ما قلنا تحطيها كده في اللانش بوكس. حلو يعني، لو كلوا منها كده كام وحداية. مغذية بصراحة ومشبعة كمان. نجيب بس حبة زيت خفيف بس علشان واحنا بنكورها ما تلزقش في ايدينا. اهو، اعمليها بقى كور كده وخلاص. ايام دي بحاول ان انا اجيب لكم وصفات صحية كتير، وبحاول ان انا اعمل لكم كمان وصفات بالخبز الاسمر، اللي هو الحبة الكاملة ده، لأن وصفاته كتير وفي نفس الوقت صحية. فانتظروني إن شاء الله بإذن الله في خلال الأيام الجاية نعمل وصفات صحية كتير. أنا عاوزة بقى إن شاء الله أعمل لكم الكيكة بالخبز الأسمر ده. أجربها أشوف الأول النتيجة وأقول لكم لو حلوة يا ريت. طب بصي بقى، تقدري اللي انت تعمليها كده في الاير فراير. تمام؟ أو تشوحيها بحبة زيت صغيرين. انا هنا جبت كده الاير فراير ورشيت رشه زيت خفيفه، ونبتدي ان احنا نحطها كده اهو. طيب، ما عندكيش اير فراير هتحطيها في الفرن، صينيه كده ومدهونه زيت، ورش كده رشه زيت خفيفه، وده حطيها تحت الشوايه وقلبيها. خلاص، هتطلع بالشكل ده. شايفين؟ احنا حطينا زي ما قلنا معلقه نشا. ما تنسوش معلقه النشا، معلقه واحده ما تزوديش، لو زودتي نشا بتفتح منك. ونكمل بقى بقيه الكميه. انا حطيت طبعا نص الكميه، وبنرش رشه زيت عليها كده، وبندخلها في الاير فراير. وزي ما قلت لك هتعملي نفس الخطوه في الفرن، بس تشغلي عليها الشوايه. بصي بقى، مديه قرمشه من بره وطريه ولذيذه من جوه. الولاد هيحبوها قوي. انا عاوزه اقول لكم العيال عماله تنتش مني، خصوصا بصراحه وهي سخنه بتبقى لذيذه قوي. قرمشه كده ومنفوخه، دي قرمشه، ومن جوه طريه وجميله قوي. وادي بقى ايه بقيتها اهو، طلعت كده من الاير فراير. طبعا بتسيبها في الاير فراير لحد لما تاخد اللون ده. قلت اخلص بقى قبل ما يخلصوها، عمالين ينتشوها كده. شايفه جمالها؟ طعمها حلو قوي، خطيره. ما تنسيش اللايك، وقومي كده اعملي حبه للولاد هيحبوها قوي، خصوصا لو عندك اطفال صغيرين. واشوفكم في فيديو جديد. والسلام.